انا اعرف التطبيق اهو ده شرب مننا. شوف بص المنظر، وري له كده اهي. طبعا التطبيل واحده من اهم السكيلز والكومبتنسز، ودي بيعتمد عليها الموظفين في اقامه علاقه قويه مع مديرينهم، وللاسف الموضوع ده بيجيب نتيجه مع اغلب المديرين. نادر قوي انها تخيب مع مدير. هلا يا فواز، هلا يا فواز. وخاصه لو الموظف ظابط النغمه مع مستوى التطبيل اللي يناسب مديره، لاننا في الاخر نفس بشريه. اي حد هيشكر فيك او يثني عليك اكيد هتبقى مبسوط منه، انما اي حد هينتقدك ولو لمصلحتك مش هيعجبك. والتطبيل طبعا درجات، بتبدأ من سكوتك على أي هبد بيقوله مديرك، ويطلع بقى بدرجات التطبيل لحد ما توصل لمرحلة إحنا ماشيين بتوجيهات سعادتك، وإنت اللي بترسم لنا بقى طريق النجاح. الله عليك يا استاذ سيد، الله اتعلم يا والد، اتعلم من تلابيب تلافيف مخه. إيه بقى أكبر تحدي بيقابلك مع المطبلاتي؟ بخلاف الغثيان اللي بتحسه وعملية التطبيل شغالة قدامك، ده غير إحساسك طبعا وإنت بتشوف المطبلاتي بياخد امتيازات، حوافز، تاسكات سهلة وترقيات. أحسن حاجة خليك إنسان معتدل، مجامل في ردودك وتصرفاتك. لما تلاقي حاجة كويسة اثني عليها، ولما تلاقي حاجة عايزة تتعدل اختار الطريق أو الوقت المناسب مع مديرك. وافتكر دايما it's not what to say, it's how and when to say.